اهلا وسهلا بحضراتكم. انا طارق خيط، مؤسس اجرو نوفا جروب. مساء الخير عليكم وحلقة جديدة من شارك تانك. هنتكلم عن الحلقة التاسعة من الموسم الثالث شارك تانك، تحديدا اجرو نوفا جروب، شركة متخصصة في صناعة قطع غيار الماكينات الزراعية، او ده اللي كنا فاكرينه في الاول. طارق شغال في السوق بقاله 10 سنين، شغال في الماكينات الزراعية. قدر خلال المدة دي ان هو يعمل مبيعات بقيمة 500 مليون جنيه، منهم 150 مليون جنيه في اخر سنتين بس، وده رقم كويس جدا. طارق كان جاي الاسك بتاعه 30 مليون جنيه مقابل 30% من الشركه، يعني مقيم شركته ب 100 مليون، وده يعتبر تقييم منطقي قصاد حجم المبيعات اللي هو بيتكلم فيه. الحاجه اللي كانت باينه على طارق من اول بدايه البيتشنج ان هو كان متوتر شويه، وبعدين اتكلم وسكت وقالوا له لا يعني خد نفسك كده، وبعدين بدا يسترجع كلامه ويبدا يكمل كلامه. الحقيقه ان طارق موجود بقاله في السوق 10 سنين. خلال الفترة دي عامل ترند مبيعات كويس، طلع من 50 ل 65 ل 90 مليون 3 سنين ورا بعض. الزيادة دي كانت منطقية، ولكن المشكلة انه بدأ الكلام يدخل في بعضه، وبعدين بدأ يقول احنا بنشتغل في الماكينات الزراعية، وفي الأول كان بيقول احنا بنشتغل في قطع الغيار بتاعة الماكينات، احنا بنصنع هنا في مصر، لا احنا بنصنع في الصين، لا احنا بنجيب حاجات من تركيا، لا احنا بنجيب مكن استيراد وبنبيعه في ايطاليا، لا احنا في شركة ايطالية. الكلام كله بدأ يدخل في بعضه، كل شمس حسوا لا احنا مش فاهمين، لو يعني حدد انت بتاع ايه بالظبط. وده للأسف كان نتيجة ان البيتشنج نفسه كان سيمبل وبسيط وما فيهوش ارقام كتيرة، يمكن غير المبيعات ما فيهوش كوست، ما فيهوش جروس بروفيت قد ايه ولا نت، ما فيهوش اي حاجة، فالدنيا تاهت. وبعدين لا حدد انت بتاع ايه، لا انا بتاع قطع غيار او بصنع قطع غيار. طيب تمام، عندك كام قطعة غيار، او الفلوس اللي انت عملتها دي من كام منتج؟ برضو السؤال ده سأل مثلا 3-4 مرات، وفي ال3-4 مرات هو بيهرب من السؤال، يا اما مش فاهمه يا اما بيقول حاجات تانية. احنا بعنا 8000 قطعة، بعت 80 مكنة. طب انت بتصنع مكن ولا بتصنع قطع غيار؟ 80 مكنة دول اساسا هم نوعين من المكن، وهو بيسأل على البرودكت لاينز. القصة كانت بصراحة فيها لخبطة جامدة قوي مع طارق. لما حصلت اللخبطه دي وحس ان هو يعني ما جاوبش على السؤال ده، بدأوا ينقلوا السؤال اللي بعده، طيب انت هتعمل ايه من الفلوس؟ فلاقوا ان في 70% من الفلوس ده هيدخل في راس مال عامل، مواد خام وحاجات كده، و30% ماكينات بس. طب انت عندك مصنع؟ احنا عندنا مصنع مأجرينه بس المكن بتاعنا. طب عندك مكن ايه؟ برضه في رد، هو رد وانا حسيت انه مش فاهمه قوي، انت عندك مكن ايه؟ بدأ يقول. فمحمد صلاح قال له طب انت عندك ووتر جيت؟ قال له عندي ووتر جيت، بس حسيت ان مش واثق من الكلمه اللي هو بيقولها. انا مش عارف هو عارف المكنه دي ولا لا، لانه بدا يتكلم في الهيت تريتمنت، معالجه الحراريه لقطعه الغيار، دي علاقتها بالووتر جيت. يعني الموضوع كان غريب لغايه بقى لما اكتشفنا المشكله الكبيره، ان هو اساسا شركه تجاريه، وكل الفلوس اللي عملها دي عنده شركه في ايطاليا، وبيستورد مكنه او بيستورد قطع غيار وبيبيعها. ممكن يصنعها في الصين او يقول لهم مواصفات معينه وخامات معينه، ماشي، لكن في الاخر الفلوس دي كلها هو عاملها من التجاره مش من الصناعه. طب الرقم ده كله في قد ايه بقى صناعه؟ 3 مليون جنيه بس. فطبعا دي كانت صدمه. انت جاي عارض نفسك بتحط ارقام بتاعت شركه، انت لو قلت انا عايز اصنع او شركه التصنيع دي جديده، وبناء على كده انا عايز اعمل وعندي بقى خلفيه 1 2 3 فانا موجود في السوق من 10 سنين، ده كلام تاني. لكن انت جيت قلت انا ببيع ب 150 مليون اخر سنتين، ببيع ب 90 مليون في اخر سنه، فطبعا دي عملت مشكله مع الشوركس. برضو من الحاجات اللي ما كانتش واضحه، طب انت هتدخلها بقى في الشركه بتاعت مصر ولا في الشركه بتاعت ايطاليا؟ يعني انت جاي عارض 30% من اي شركه، ولو جاي عارض من بتاعه ايطاليا كنت المفروض تعرض لي او تبيع لي التجاره، لو عايز بتاعه مصر المفروض تبيع لي يعني الصناعه من الاول وما تدخلنيش في ارقام التجاره. طب اساسا شركه ايطاليا تملك شركه مصر ولا ما تملكهاش، ولا ايه العلاقه بينهم؟ طبعا لما الدنيا بدأت توصل لكده حاول بقى يصلح الموضوع ويبين ويعمل، ولكن أيمن عباس وقفه وقال له انت مش هتعرف ترجع لورا، انت لو كنت عرضت ده من الأول كان الدنيا هتبقى مختلفة، لكن انت خلاص وصلت لديد اند. وللأسف كل الشوركس قالوا له اوت، لأن محدش كان قدامه فيجن واضحة ولا بلان واضحة ولا أرقام واضحة ولا حتى نشاط الشركة بشكل واضح مبين هو بيعمل ايه. فخرج من الحلقة وما خدش ولا اوفر. وده كان ملخص الفقرة بتاعت اجرو نوفا في الحلقة التاسعة من شارك تانك في الموسم الثالث. لو عندكم اي استفسارات او اسئلة اكتبوا لنا في الكومنتات، لو عايزيننا نتكلم في اي مواضيع تانية خاصة بالبيزنس ابعتوا لنا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ولو انتم على اليوتيوب تعملوا سبسكرايب للقناة.